عشان والدتي أنا. أف. الفنان خالد سليم يحلق شعره ويكشف عن مرض والدته، ويكشف عن تعرضه للسحر وحقائق عن الوسط الفني. كشف الفنان خالد سليم عن تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد من قبل أصدقائه وأشخاص مقربين منه، حيث وصل وزنه إلى 130 كيلو. وتابع خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد: وصل وزني 130 كيلو. عارف لما تحاول تضحك الناس على شخص بسبب وزنه أو شكله، في ناس عملت كده معايا، عملوني مهزقة عشان طولي مع وزني كان ملفت، والتنمر خلاني أبكي، بس مش قدام حد غير زوجتي. وأوضح خالد سليم أنه كان متواجد في حفل عيد ميلاد أحد الأشخاص، وبعدها وجد مجموعة من الأشخاص يسخرون عليه ويتنمرون عليه بشكل هستيري، وبعدها غادر المكان وذهب لمنزله ليتناول الطعام بشكل هستيري. وقال خالد سليم: أول ما رحت البيت دخلت المطبخ وقعدت آكل وأعيط، وزوجتي دخلت عليا وقالت لي: اوعى تعمل كده وكبر دماغك. هي كانت سند لي، وقررت بيني وبين نفسي أبطل عادات غلط بعملها، زي إني أشيل الكورتيزون من جسمي، وده صعب جدا. وأشار خالد سليم إلى أنه كان يأخذ حبتين من الدواء لإنقاذ وزنه في اليوم، وهو أمر خطير ولا ينصح أحد بفعل مثلما فعل هو. كشف عن تعرضه لوعكة صحية منذ شهر، كما أنه يؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن. وقال أيضا إلى أنه أجرى فحوصات طبية في وقت سابق على كتفه الأيمن، وبعدها تبين أن هناك تمزق في إحدى العضلات بالأربطة. وتكلم أيضا عن فترة نجوميته قائلا: كسرت حاجز النجومية بعد عام 2008، حيث قدمت مسلسل مع المطربة وردة، وتعاقدت أيضا على فيلم عمليات خاصة، ووقعت على تقديم 3 ألبومات غنائية مع المنتج محسن جابر. وتابع قائلا: في فترة قمة نجوميتي حصلت حاجات معينة مع الناس اللي شغالين في شركة عالم الفن مع محسن جابر، وطلبت منه اننا ننهي التعاقد ده، لان كان في ظلم من الناس اللي مسؤولة عن الدعاية بالألبوم غايب عني، ونهينا التعاقد، وبعدها فكرت أعمل ألبوم لنفسي. وأشار الفنان خالد سليم إلى أنه حظه سيء مع المنتجين والشركة الخاصة بالدعاية، وألبوم أستاذ الهوى ظل 5 سنوات لكي يطرح عبر المنصات الغنائية. في تلك الفترة كان ممنوع من الغناء مع أي شركة بسبب تعاقده مع المنتج محسن جابر. واستكمل قائلا أنه كان في خلال ال5 سنوات منعوني إن أكون نجم صف أول، ما قدرتش أتخانق مع أحمد السقا عشان عاوز يكون اسمي قبل اسمه، أو أكون أنا بطل العمل لأنه تاريخ كبير. وأحمد عز نفس الحكاية، ما قدرتش أعمل كده لأني أنا راجل متربي. وقال: نسبة التربية في الوسط الفني 60%، وفي 40% عاوزين الحرق. وتعرضت لسحب حفلات ومهرجانات وأغاني مني زي أغنية ناديت لعباس إبراهيم، وكانت عن طيب خاطر لأني ما كنتش عاوز أغنيها. ورد الفنان خالد سليم على الاتهامات الموجهة له بضعف شخصيته وتحكم زوجته فيه بشكل مستمر، وغيرة زوجته عليه للرجوع للوراء. جاء ذلك تعليقا من إحدى الردود على صورته. وقال خالد سليم أن زوجته تفعل ما تريد، والشخص الذي كتب ذلك تعليق فهو مريض نفسيا، بدليل أنه لم يعيش معنا حتى يعرف أنني ضعيف الشخصية أو زوجتي تتحكم في أو لا. ونفى خالد سليم أن زوجته تسب المتابعين أو تنهال عليهم بالألفاظ الخارجة،
وعن الملابس الجريئة التي ترتديها، حسبما ذكرت بعض الصحف، منوها أنه لا يرى ذلك، وهي تحب أن تكون موجودة بشكل لائق. وأوضح خالد سليم بأن حياته الشخصية ليست من حق أحد أن يتدخل فيها، وعندما تحدث سقطات أو مشاكل أو محاولات لم تنجح ولم تكتمل بحمد الله. وفاة والده كان ابتلاء له، ولكنه آمن بذلك وصدق بقضاء الله. واختتم خالد سليم قائلا: أنا قريب من ربنا، وأنا منتظم في صلاتي حتى وقتنا الحالي، لأن في ناس بقت بتموت في سن صغير، وناس بتكون نايمة وفجأة مرة واحدة تصحى ميتة. أنا مش بخاف من الموت، ولكن بخاف على اللي بيزعلوا عليا. وتحدث أيضا عن تعرضه للسحر بوجود أشياء لها علاقة بالسحر في سيارته. وقال خالد سليم أنه شخص كتوم للغاية في مشاعره، لو كانت العلاقة شخصية ولا يتحدث مع أحد، لكن لو الموضوع كان ثقيلا يفصح عن مشاعره. وتابع خالد سليم أن مسيرته الفنية كانت ناجحة مع الفنانة اللبنانية نور، عكس الفنانة درة أو مي عز الدين، وليس تقليل منهما. والكواليس مع نور كانت جيدة بسبب خفة الظل بينهما، فضلا على أن هناك مشاهد صعبة في الأعمال، لذلك كان يقضي معها وقت طويل. وقال أيضا أنه يؤمن بالجن والأشباح، وحدث له موقفا غريبا عندما عمل حادث بسيارته، معقبا في حاجات في العربية حطوها الشباب في كيس عشان لما تتصلح العربية أرجع أحطها تاني. وقتها لقيت سحر موجود في العربية، ووقتها والحاجات دي طلعت عبارة عن أنبوبة فيها صلصال جواه مادة غريبة، ولما فتحنا الأنبوبة لقينا البرفان اللي جواها بتاعي، حد كان قصدني أنا. وقال أيضا أنه تعرض لمحاولة قتل من قبل أشخاص انتقاما منه بسبب مشروع وله مبلغ، فأراد أن يسترد أمواله، ولكن ذلك الشخص رفض أن يعطيه حقه، فلجأ للمحكمة وأثبت حقه، وبعدها عمل حادث بالسيارة وذهب للتوكيل وأخبره بأن هناك شخص قام بقطع شيء بالمنشار في سيارته لكي يفعل حادث. قال أيضا أنه قدم مسيرة فنية فخور بها للغاية، كما أنه تربى في أسرة متوسطة الحال ومترابطة، حيث عاش طفولة جيدة وأحبوه الأشخاص الكثيرين. وتابع خالد سليم: مرحلة الطفولة رسمتني وشفت الحب في أسرتي كلها. وقال أيضا خلال حديثه: أنا هعمل حركة بس مش عاوز حد يفهمها غير إني بعملها عشان والدتي، لكل اللي جالهم المرض اللعين ده، وكل الناس اللي فقدت أحد حبايبهم بسبب المرض القذر ده، ربنا يتم شفاهم على خير. قام بإخراج مكنة الحلاقة من جيبه أثناء حديثه، ثم قام بحلق شعره وانهار بالبكاء في موقف لم يتوقعه المشاهدين ولا حتى الإعلامي علي ياسين. ربنا يشفي والدته ويشفي كل المرضى ويخفف عنهم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.